أهلا بكم، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومتابعتنا لتكونوا دائما أول من يصل إلى كل جديد. انتم تعتبون نكرهكم. تكرهنا حنايا، وانا سالتك سؤال عندها 15 سنه ما جاوبتنيش. انا على ما علمي تبون ما كانش وقت اللي كان كاين لونساج الدوله دارت. اسمعني كان وزير على هو كان شاد لونساج وكان ساد. اسمع سالتك سؤال على النقل، سالتك سؤال على الوزير، سألتك على النقل ما كانش عنده علاقة بتبون كي كان هو وزير السكن ولا يا ودي. وين الزهرة تاع خالده كان يخاطي نهضر معاك، نهضر مع سلطان الزهرة كمال اغلق لها المايك خلينا نهضر مع سلطان. مع الباتني الحشيشي سطيفي على واش كان دير معاهم؟ شحال من الفلوس دات معاهم يا وزير؟ هي تنيك مع واحد في تونس من الباريش، خلينا برك من هذا. ما تكذبش يا الجزائري، اهدر الحقيقه. راك غادي ربي سبحانه كي توصل عنده والله ما يفيدك تب، ما يفيدك تبون، ما يفيدك واحد اخر. ما تكذب، ما تفيدني. اسمع انا ما تفيدني لا انت لا هو. خدم بذراعي انا. اسمع انا اسمعني نوريك عفسه انا يا ليا. انا خدم بذراعي، ما نستناك لا انت لا حكومتك لا بلادك باش تعطيني. انا الحمد لله ربي عطاني ذراعي نخدم به ونصرف به على روحي. وراك تخدم عند روحي، ما تحوش تفهم وين راني نخدم. جاوبني في السؤال كي قلت لك انا وين راك تخدم عند روحي. ذبابه الكترونيه. اوكي نسقسيك حاجه دقيقه برك، نسقسيك حاجه. اسكو كلش راهم مليح في الجزائر؟ ما كانش منها كلش مليح في الجزائر، وفي امريكان ماشي كلش مليح بصح. على راهم انا سالتك سؤالك ما جاوبتش منه. انت تحب غير انت تحب تذكر السلبيات فقط، ما تذكرش الايجابيات. انا سالتك على النقل هربت لي كيف يميلوا راهم اعطينا الايجابيات يحرق البهيم هذاك اللي ما يعرفش. اسمع شوف المجرم ما تحكيش معايا المجرم، خلينا نهضر مع السيد. الايجابيات علاش الدوله ولا الحكومه الجزائريه اعطت 100 مليون لكل هذوك الضحايا ديال الباس؟ واش يعني انا قاعد نتناقش مع سلطان. لو كان تقدر تسكر لها الميكرو. لو كان نكمل هذا. انا ما غاديش نجاوبه وما غاديش نهضر معاه. ربي يحفظك دقيقه برك. فهمت؟ خلينا نهضر مع السيد. نعطي الحقائق، ما نستناش انت تجاوبني. انا قلت لك باللي النظام المجرم الجزائري على باله. سلطان انت قلت لي اسمع انت قلت لي يحرقوا ياك. خلينا نهضر مع سلطان، ما تهضرش بزاف يا صاحبي. ديت وقتك اللي يحرق سلطان. اسمع لي يحرق غير الغاب يا ودي. مانيش نهضر معاك سيد، سأل سؤال خلينا نجاوبوه. غير الغابي اللي يحرق يخلص 100 مليون باش يحرق. انا 100 مليون نحل بها كافيتيريا. اسمعني صاحبي، اسمعني. كل واحد وتفكيره في الدنيا هذه. انا تفكيري الخاص نفتح محل كافيتيريا ب100 مليون ونحرق. ما تهضر على روحك، انا ما حبيتش. انا نهضر على روحي، تفكيري انا الخاص. جاوبني كل واحد تفكيره. غباء منهم. يا ولدي يخرجوا من الجزائر يدير الرب وتجاوبني. هو واللي يخرج من ليبيا واللي يخرج من تونس واللي يخرج كان غباء منه. انا خاطيني تونس غباء منه. كان قادر الفلوس يخرج بها، قادر ينفستيها في اي بروجي روحه. علاش سعودي ما يهربش؟ تهضر هكا. علاش سعودي ما يهربش؟ نهضر هاك بس انا اللي قاعد نقول لك كافيتيريا تقدر تفتح كافيتيريا ب100 مليون وتعيش بها بريكس وتدخل لك 10 ملايين في الشهر. يا كمال من فضلك سي ترو. اسمع نقول لك زوج كلمات. انا رحت للمغرب ما شفت الصوالح هذوك اللي عندنا في الجزائر. دروك انت نسقسيك حاجه، على هذو راهم يخرجوا دروك من الجزائر ويخرجوا بافواج. ماشي انا قلت لك غباء منه.
غباء منه. كيفاش غباء؟ عندك اسمع بالافواج تخرج بالافواج. انت عندك 100 مليون باش تخرج وتحرق 100 مليون يتحرق بها. انا بصح وين راهو الثروه نتاع الجزائر؟ وين راهي؟ وين راهي؟ معليش نسالك انا سؤال. بصح كي يخرج تبون هذا يخلط عليكم الجزائر راهي مليحه. يخرط عليك انت، انا ما يخرطش عليا. علاه يخرجوا عليه؟ انا يخرط عليك انت، ما يخرطش عليا انايا. كيف بصح يخرط على الشعب؟ لا يخرط عليك انت، انا ما يخرطش عليا. بصح تعطي الميكرو. انا ما يخرطش عليا، غير هو ما يخرطش عليا لانه عارف نعيش حياتي. الاخرين كاع بصح علاه اللي خرجوا. فهمني برك هذه انا جاوبتك. أنا جاوبتك من الغابة تاعهم. كيف من الغابة تاعهم؟ شفت من الغابة شفت غبي عنده 100 مليون يرضى أنه يموت في البحر. يا ربك أنا 100 مليون ما نموتش في البحر. يخرج من المغرب باسكو هو غبي. من فضلك جاوبني مغربي. يخرجوا مغربي باسكو هو غبي. اسكو هذه حاجة راك تقولها انت من نيتك انت؟ اسكو انت راك نورمال؟ انا نورمال، انت اللي ماكش نورمال. واحد يخرج من بلاده باسكو هو غبي، هذه حاجه نورمال. هاني قاعد نجاوب فيك. انت قبيل شي سالتني قلت لي شي تخدم. انت قلت لك نخدم عند روحي. انا بروجي اللي دايره روحي. اسمعني البروجي اللي دايره روحي انا 80 مليون برك. كذبوا علينا باسكو اسمع 80 مليون داير راس مال هنايا. راكم تفضحتوا بلاد الناس من المغاربه التوانسه من الليبيين من كلش. ما تكذبوش علينا. صاي حبسوا الخرط هذا، حبسوا الكذب هذا نتاعكم. الناس راهم يخرجوا راه يبيع في المخدرات. خاصك تفهم باللي راه كاشيات. ناس تضرب الصواريخ. هذه هي الخدمه. يخدم عند روحه. المجتمع الجزائري صاي في انحطاط. هاي جيتك ما نذكر. اذرك انت ما جيتني ملخ. الشعب الجزائري خارج باسكو راه معليش جيتني ملخ. دقيقة ايش بيكم تخرطوا كيف؟ دقيقة ها تفضل. دقيقة. هاي ليك. كبر يا كمال. كبر. هاي ليك. هاي ليك. نخدم عند روحي. قرا الشيفر ضافير قداه. اقرا. علاه سكت؟ اقرا. انا عندك رصيدي انا. اقرا. نخدم عند روحي وما نخرجش. علاه نفس راس المال اللي راح نحرق به هو نفسه اللي نقدر انا نخدم به على روحي. النظام واعطيني بروف انت راه النظام يخلصك 60 مليون يا غبية. قاعد تشوفها 60 مليون يعطيها لك. احترم روحك. غبي انا طيح غبي انت يا باسكو انا ماشي جينيرال. انا مليون اللي خرس هذاك هذيك ليوتنو كولونيل يا بوسبع. وريت ديال ليوتنو كولونيل يخلص 65 مليون. يطلع كولونيل في عمره 25 سنه يا غبي. هاي تحذاك انت ضرب عمره 25 سنه. نعتنا الدار نتاعك وين راح تسكن؟ واش هو الدليل؟ هذاك الورقه ديالك يا بوسبع توري لي اي حاجه مجموع ولا شكون انت؟ وري لي الاسم ديالك. انا ولا وثيقه. واش الوثيقه هذيك؟ نظرك انت توري اي واحد ينعت لك ورقه باللي نخلص 100 مليون. انا يلا نعت انت نعت لك. ما رانيش كذاب كيما انت. حل الكاميرا ورينا الدار ديالك. ورينا الدار ديالك باش نشوفوا 100 مليون هذه 65 مليون هذه. ورينا الدار ديالك باش يشوفوا الناس اللي راك مرفه. راك عايش بالرفاهيه. الناس راهي تهرب في البوطي. افتح الكاميرا نتاعك. النهار الاول ديال حبيت نخلع المراك. انا ما تخبرنيش باسكو نعرف المزباليست. خلع المراك كما قال لك. وري لهم باش يكحلوا. ما يكحلش
هي نعت المراركه برك هذا يكحلوا نعت المراركه باش يموتوا بالغيظ ديالك. شفت هذاك الملعب اللي داروه المراركه، وري لهم باللي الدار تاعك احسن من هذاك الملعب. لا ما نوريناش، انا داري ماشي احسن من وري لهم باللي الناس اللي راهي تهرب، لا الناس اللي راهي تهرب في البوطي راهم اغبياء، غير انت اللي فايق. اغبياء وري اغبياء، وري لهم. انا قلت لك بيان نصير اغبياء. نعاد باش نشوفوا. ايه ما عندك ما توريش وجهك. معليش سهله خلاص افتح تشوف. معليش سهله وري الثلاجه ديالك. دقيقه وري الثلاجه ديالك. وري الفريجيدير يا بوصبع. ما تكذبش على الناس، ما تكذبش على الناس. الشارع تاعك وخلينا نشوفوا ورقتك. تفضل. والدقيقه هاي لك الثلاجه تاعي يا سيدي. هاي تفضل كبره هاي لك الثلاجه تاعي، هاي لك داري، هاي لك داري. ما تقعدش تقول لي نعت لي وانت مره قبيله سالناك سؤال تفتح لا كم خف. انا نخاف على واش يا اخي كوزينتك شكون يعرفها زعما انت كي توري كوزينتك يعرفوك. ما نوريش انا باسكو انت ماكش حاب نقولوا لك باللي راك عندك الرزق. وريلي واش كاين داخل الفريجيدير. وريلي واش كاين داخل الفريجيدير. لا ما نوريلكش هذيك، ما نوريلكش. راك في فرنسا يا بوصبع، ما تكذبش على الناس. راك في فرنسا يا بوصبع، عندي لوكاليزاسيون ديالك، راك في فرنسا يا بوصبع. ما تكذبش على الناس، ما تكذبش على الناس يا راه كلشي الخرطي ديال الجزائر. دي زاد خرطي تبون يخرط المهاب اللي يتبعوا فيه يخرطوا. وزراء انا نحشم نشوف كمال رزيق وزير ما يعرفش ميم با يدير جمله مفيده. يا كي نشوف زاد الشهاده كيما في فرنسا يبنيو ديار جديده كيما هذه. في فرنسا يبنيو ديار جديده، يبنيو في فرنسا هكذا جديده، يبنيو بالبريك تاع الجيري في فرنسا. هنا عندنا الشارع. شفت كيفاه راك عساس الشونتيي. راك عساس شفت هذيك عساس كاينه منها السلعه. لا فاكتور ديال السلعه ورينا لا فاكتور ديال السلعه. عساس في الشونطي. عندك حق عساس في الشونطي، واني نخدم عساس ونقص 65 في الشهر. الحمد لله ظهرت الجزائر تخلص 65 باش العساس في الشونطي. لو كان جا عندك 65 مليون انا ما شفتش وليد. الحمد لله انا ما شفتش وليد ربرابي يدخل لايفات ويهضر. نخدم التجاره الالكترونيه يا غبي، نخدم تجاره الكترونيه بالتوصيل. شفت كيفاه؟ شنو كاين واخا الخوت غير بلاتي شنو كاين السيمو تما. يلا شفت كيفاه يا غبي؟ ظهرت غبي ماكش قادر دير حاجه كيما هاك ب 100 مليون تحرق بها وانت قادر تخدم تجاره الكترونيه. شنو السيمو قلت؟ شنو هو قلت لك عنده جوج ساعات المكانه ما كاملوش اسرائيل ضربت واحد الميناء في تونس. ماشي سفينه عاجل يا اخي داك سفينه في الميناء التونسي بالحق. الميناء وعدى بعد الشتاء يا خويا بطياره بدون طيار بوم قال لك باغيين نمشيو، قال لك سفينه الصمود. ولكن غير ماتوا فيها شي ناس ولا والو؟ لا كامل على ما سمعت كاين ماشي ديك الانتحاريه، يعني غير شعلات العافيه ماشي انتحرات. دابا شعلات العافيه واخا الناس ماتوا ولا ما ماتوش؟ لا ما كاين لا موت لا والو. سمعت انا فيها جرحى. دابا هنا على هذا القبال خاص يلا كامل تصبحوا على خير. يا اخي جزائري حر ولا عزاء لحاقدين. تهرب ما تهربش. اسمع انا الصباح نوض نخدم على روحي. شنو نهرب نبات معاك؟ انا عندي ساعتين معاك يا مان هنا. تبات سهران 3 ديال الصباح. وامتى غادي تنوض الصباح يا بو صباح؟ ما تكذبوش على الناس. اسمع يا غبي. انا غدوه نوض نخدم على روحي وقعد نتايا في اللايفات. رانا اليوم ما كاينش غدوه كاينه غدوه يا غبي روح خراطه.
ايه بالتبريره المهم انا في البلاد ودرت دراهم انت خارج البلاد وما درتهمش. يعني عطيتك الكونت تاعي يا غبي، فتحت لك الكام وريت لك لاكام وريت لك الكام. شكرا الخوت، شكرا لكم. جزائري حر، شكرا. فهمت. وانا صاحبك هذا المجرم قلت له قبيله نتقابلوا ونخرجوا للشارع كي كان يقول عندنا كوفر فو نعطيه. افتح الكاميرا اذا زمك يا باش كي قلت روح تربية بيوت الرذيلة، تربية بيوت الرذيلة، تربية بيوت الرذيلة، تربية بيوت الرذيلة. شلون يمك انت يا كمال يا ولدي انا في الجزائر ونديرهم العطار، انا نديرهم في الجزائر ما نديرهمش خارج الجزائر. قادر على الشقاية انت ما تقدش على قادر على الشقاية تولي رئيس جمهورية يا بوصبع. راك تكذب يا الخرطي، كل شيء خرطي هذينا اللي يمشيو مع تبون. هذا هو طريق كيما يقول. المهم يا كمال انا اثبت لك صحة كلامي ووريتك رصيدي البنكي يا كمال، صح ولا غلط؟ شحال عندك جزائري؟ شحال عندي 3000 دولار فيه محطوطة لدروك. وانا هنا في الجزائر خاطي خارج الجزائر، انا داخل الجزائر 3000 دولار داخل الجزائر. هنا هذه مدخراتي داخل الجزائر خاطي خارجها. هنا عند الكاميرا كنت تبارك الله. لا مزيان 3000 دولار مزيان. فهمت. خاطي هذا الزايد هادو يروحوا خارج الجزائر باش يجيبوا 3000 و 4000 دولار. هنا نثبت لك باللي الانسان كي يحب يخدم في اي مكان، ماشي شرط يخرج من البلاد باش يخدم. يبيع فراسك واحد القضيه الجزائري حر ولا ما فراسك؟ فراسي. هاد ابراهيم هذا اللي تحت عماري كيكركر عنده واحد الليفل فيه 32 وقيله خاسر عليه شي شحال، شي 22 مليون 22,000 دولار. الله يبارك. غافتيك الله يبارك. دايره غير زواقه في الكون. لا انا كان ماشي اسمع كمال، انا نتكلم على السؤال تاعك. يقول لك الناس اللي يطحرق، الناس يطحرق على بالك باللي سعر الحرقه يقدر يخدم به في بلاده. دايره غير زواقه المغربي عندنا هنا. فهمت. غير زواقه هكا ولات لا كيديرها زواقه ولا يدير كيما بغا، هو حر في فلوسه. فهمت. فعلا. ولكن الجزائر كمال قبل ما تمشي مشيت تشبون في 2024 قال لك ان المواطن الجزائري كيهاجر باش يقلب على الرفاهيه. واش الجزائريين كيقلبوا على الرفاهيه في قوانين؟ هذا واحد من الحاجات. لا جاوبني غير على انا كنقول لك هاو الجواب شفته انت دروك. انا مواطن جزائري اعمل في الجزائر واعمل عمل خاص ماشي حكومه. الرفاهيه في قوانين انا كنقول لك اسمع، انا كنقول لك نعمل في الجزائر عملي الخاص ماشي عمل حكومي. انا ما كنخدمش عند الدوله، انا ماشي موظف. راهو يعطي لا ما عطيتينيش اجابه. مع اختك هو التعب. هي تطرطح وانا نخلص. هذه راك ما غلطتش فيها، هذه ما غلطتش فيها. ايه مع اختك. شكون يمك؟ فهمت. صافي لا حب ما تقدر لهاش. اسمع اللي يبيع المخدرات، اسمع اللي يبيع المخدرات ما يتعاملش بالبنك وبالحسابات البنكيه. فهمت واش من هذه اللغه؟ وين راك يا بوصبع؟ نزيدك راك مع المشارقه، راك مع المشارقه حاجه باش نبروفي لك باللي هادو اللي المداخيل تاعي من التجاره الالكترونيه. يلا هاني نزيد نحلبك يا كافي. فهمت نزيد نحلبك. فهمت ايش هي الالكترونيه. فهمت انت فين يا بوصبع؟ انت عايش مع مين يا بوصبع؟ انت مع الخليج؟ ما انت عندك اختك في الخليج وتشتغل مع اختك في الخليج يا بوصبع؟ يا ودي راهو السوار واش بيك انت ماركش فاهم الكوذ. راهو يبدا السوار تحالش سوارك. ايه هاني نمدها عند اختك. بينما اختك اللي راهي تمد فيها باطل. يا ودي روح باسكو حطيت لك يدي على الجرح. لا عندنا الجزائر دروك. يهضر على وريت لك الجزائر. فيني فتحت لك يا زبيني، فتحت لك. انت ما فتحتش، انت في اوروبا ما حبيش تفتح لاكام تاعك. انت في اوروبا وخايف. تفضل اني في اوروبا كامك. افتح الجزائر وجامي نرجع. افتح كامك. انت خرج دروك. افتح الكاميرا من عندنا الجزائر نتاعك انت. فهمنا المراكز الجزائر تاعنا. هي تفضل. يوتي باينه فامليات يا زبيني. عليك خايف.
زير روحك، زير راح صار تجنن، راك خايف زير باين ما فيها زير يا فاملات، زير روحك. عايشه كمال الى اللقاء. تحياتي الى اللقاء جزائري حر. اهرب يا طاهر اهرب. طاهر بيت لك مع اختك على راك تهضر عليه. ايه هو هناك زوج شويه هذه. تفضل. الطاهر راه بيت لك مع اختك على بها راك تهضر عليه. الابوان تاعك كيتعاطى. روح عطوا الكاشيات مقوشات يا زلمه. ايه روح تعطي. بصح قربتو بلا بصح. هذه البيوت غاديله كي تزيروا غادي يعطي العسل يعطيه غادي ينبع. انا نتبعهم حتى ينبعوا. باش عجبني تبون ما طيحش كيصبر تبون، ولكن سلطان والاخر ما كيصبروش. المهم علينا الخوت ندوزو للموضوع ديالنا اللي هو الحدث الاهم. علينا نروح كامل. السلام عليكم. تحياتي. قلت لكم الخوت بالنسبه للنظام المقاطعة الفرنسية، بالرغم من كل محاولات هذا النظام من أجل إنجاح حدث معرض التجارة البينية الإفريقية، إلا أن لعنة الفشل تتوالى على هذا الحادث من خلال توالي بعض الأحداث اللي هي فعلا فشل هذا المعرض قبل نهايته. ومن بعد ما كانت الضربة ديال مالي اللي تكلمنا عليها يوم السبت برفع الدعوة على الجزائر القضائية إلى محكمة العدل الدولية، واللي كانت هذه الدعوة في تزامن مع معرض التجارة البينية الإفريقية، ضربة قاسية واللي ضربات في مخططات وأهداف نظام الكبرانات من استضافة المعرض الإفريقي للتجارة البينية. هذا المعرض الخوت واللي من أجله تم استنفار جميع مؤسسات الدولة. من أجل إنجاح هذا المعرض تم استنفار جميع مؤسسات الدولة من أجل تسليط الضوء على هذا المعرض كنباح دبلوماسي واقتصادي. تم تسليط الضوء على هذا الاحتضان كنباح دبلوماسي واقتصادي ينبحون من خلال الكلمة اللي كتعطى لهم في هذا المعرض الإفريقي للتجارة البينية. إلا أنه كنشوفوا منذ بداية هذا المعرض الإفريقي، هذه النسخة الرابعة، كنشوفوا كتوالى على نظام الكبرانات فضائح اللي كيتم من خلالها فضح خرطيات هذا النظام. وكما كانت الخطوة ديال مالي برفع دعوة قضائية ضد الجزائر بالتزامن مع هذا المعرض، خطوة ديال مالي اللي هي فضحات المسور وفضحات سفسطية خطابات عبد المجيد تبون حول مشروع منطقة التبادل التجاري الحر وحول مسألة حسن العلاقات مع دول الجوار بما فيهم دولة مالي، واللي أكد عليه عبد المجيد تبون أن مالي شقيقة وغادي يديروا منطقة حرة للتبادل التجاري، واللي أكدت مالي على أنه من خلال هذه الدعوة القضائية اللي دارت ضد الجزائر على أن هناك توترات وقطيعة بين الدولتين، وعلى أن هناك تهديدات أمنية من طرف الجزائر على الحدود بين البلدين. واليوم كذلك تفجر فضيحة قارب الموت، واللي هذا القارب استطاع من خلاله 7 أشخاص شباب أو نقولوا أطفال من الجزائر واللي هما في سن الطفولة، لا تتعدى الأعمار ديالهم ما بين 14 سنة و 17 سنة، استطاعوا من الهروب من حياة الذل داخل الجزائر وحياة المهانة والهروب من طوابير الجوع. هذا القارب واللي كاد أن يكون على نهج حافلة الموت لولا لطف الله ولطف القدرة الإلهية، لأن هذا القارب قارب سريع والأطفال مازال صغار، لذلك كنا على وشك أن نكون في نهج حافلة الزيكو ونكون أمام واحد الكارثة إنسانية ونلقاو عاوتاني عدد الضحايا ديال الأطفال الصغار مرميا في البحر. هذا القارب الخوت اللي هو قلت لكم مرة أخرى كيفضح المسور، هذا القارب اللي قادوه هذا الأطفال نحو إسبانيا يسجل هدف آخر في مرمى النظام الكبرانات لتكون عدد الأهداف المسجلة من خلال هذا المعرض الإفريقي للتجارة البينية هي 4-3 لصالح مالي
وواحدة لصالح الأطفال الصغار الذين سجلوا هدفا في مرماهم وعلى نظامهم. لذلك قلت لكم تسجل هذا الهدف في المرمى ديال النظام، هدف خسارة كيضرب في وهم الجزائر الجديدة اللي كيتكلم عليها عبد المجيد تبون، والجزائر المنتصرة التي لا طالما غرد بها عبد المجيد تبون في خطاباته ووعوده الكاذبة، واللي كيتضح اليوم أن هذه الجزائر هي جزائر خاسرة وليست جزائر منتصرة، وكذلك تخسر يوم بعد يوم. وكنشوفوا الخسائر المتتالية واحدة تلو الأخرى. هذا الحادث هذا اللي سجل كيف قلنا هدف في مرمى النظام فيما يخص حدث معرض التجارة البينية الإفريقية، واللي فضح هذا الحادث مرة أخرى سفسطيات الخطابات التبونية والخرطيات اللي كيعتمدها دائما عبد المجيد تبون في الخطابات ديالو، وفضح بالأخص سفسطيات الخطابات والخرطيات اللي اعتمدها عبد المجيد تبون في خطاب الافتتاح، واللي دعا من خلال هذه الكلمة ديالو في هذا الافتتاح أن من أولويات السياسة الجزائرية هو الشباب باعتباره مستقبل الجزائر، والشباب هو مستقبل إفريقيا. إذن هنا وعلى حسب ما قاله عبد المجيد تبون، وبالأخص أن القارة الإفريقية قال أن القارة الإفريقية هي المستقبل، وقال عبد المجيد تبون أن القارة الإفريقية بغض النظر على المقومات المنجمية وغيرها، القارة الإفريقية قال قارة شابة. إذن لازم نفهموا كيف ما قال عبد المجيد تبون سياسيا واقتصاديا أن ما نقوم به اليوم هو لشباب إفريقيا، وقال الحمد لله رأينا أنه من خلال الشباب الجزائري والشباب الإفريقي أنه شباب مبتكر يعرف كيف يسير أموره، ما عندوش عقدة مع أي قارة أخرى. إذن قال عبد المجيد تبون مستقبلنا شبابنا إن شاء الله، شعار عبد المجيد تبون مستقبلنا شبابنا إن شاء الله. إذن هنا تبون ومن خلال هجرة هذه الأطفال ومقارنة مع كلامه في هذه الافتتاحية، فنحن هنا أمام سوء تسيير من النظام نفسه. هذا ما إذا اعتبرنا فعلا كلام عبد المجيد تبون حقيقة وواقع على أن مستقبل الشباب والاهتمام بالشباب في القارة الإفريقية هو من أولويات وهو من أهداف البرنامج والمخطط الحكومي لعبد المجيد تبون. إذن هنايا كنشوفوا راسنا أمام فشل لهذا البرنامج التبوني، وعلى رأس هذا الفشل هو ضعف قطاع التعليم، واللي تزامنت هجرة هذه الأطفال في هذا القارب مع افتتاح السنة الدراسية اللي من المفروض أن هذا الشباب الصغار يكونوا كيوجدوا الدخول المدرسي بشغف، ماشي أنهم يخططوا للخروج والهروب من البلاد، وهذا الهروب عبر قوارب الموت. وهذا ما يعني أن هناك خلل في المنظومة التعليمية أولا في الجزائر، هذه المنظومة التعليمية التي لم تستطع حتى استقطاب الأطفال من أجل إتمام الموسم الدراسي ديالهم، واللي فعلا كانت هناك فيما سبق مظاهرات اللي هي في يناير من هذه السنة ضد المنظومة التعليمية، واللي خرجوا فيها الطلاب الجزائريين من أجل الاحتجاج ضد ثقل المناهج الدراسية. وهذا ما أكده كذلك هذا الحادث على أنه ما قاله تبون من هي مجرد سفسطيات، وأن كلامه حول أن ما يقوم به اليوم هو من أجل مستقبل الشباب الجزائري والشباب الإفريقي. إذن ما علينا أن نفهم وما علينا إلا الترحم على هذا الشباب الجزائري وعلى كل دولة وعلى كل شعب دولة في القارة الإفريقية اللي هو غيمشي في مسار الطريق المسدود والمسار السياسي لعبد المجيد تبون، اللي هو أكيد كيف كنقول لكم الواجهة ديالو والوجهة ديالو والنهاية ديالو هي واد الحراش.